بشوفوا هاي الهوية مالتي بيقول لي هاي أنت جابك هنا على العراق، إمتى جيت؟ شلون عبرت الحدود؟ قال لهم أول شيء هو إنسان عادي، وإذا كان فلسطيني هو إنسان. يعني أحيانا كانوا بالمدرسة من نطلع من المدرسة يزفونا، شلون الزفة؟ فلسطيني 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 والله. المجلس البلدي يروح خطيب يم على المجلس البلدي يقتلوه أو يخطفوه يزرفوه بالدريل ويشمروه لأهله. إن شاء الله نرى العودة إلى فلسطين قريبا. أنا رامي يوسف عيسى، مواليدي عام 1988، ولدت بالعراق. نحن من سنة 48 هنا عن طريق جدي. جدي كان لاجئ فلسطيني بوقت الاحتلال الإسرائيلي، من صار الاحتلال الإسرائيلي بسنة عام 1948. جدي اجى لاجئ من غزة من فلسطين على البصرة. كانت الحرب بفلسطين كان كلها جيوش عربية من لبنان وجيش العراق والأردن ومصر ولبنان. فبالانسحاب ما بعد الحرب، بعد ما انتهت الحرب في فلسطين وصار اللي صار، كل الجيوش اللي انسحبت كل جيش سحب ويا اللاجئين الفلسطينيين. يعني اكو فلسطينيين كانوا يصعدوهم بالسيارات وياهم. يعني ابويا كان ضايع عن اهله كذا. امه وابوه طبعا ماتوا بالقصف، البيت انقصف بالمدفعيه، مات ابوه. فاللاجئين اللي صعدوا بي الجيش العراقي كان من ضمنهم ابويا اللي اجوا للعراق بسنه 1948. كان عمره 17 سنه، اجى على البصره. اول ما اجى لاجئ خالط الناس، لقى له شغل، لقى له مطعم مال فلافل واشتغل به. وكانت غريبه بالنسبة للعراقيين في هذيك الأيام هذه الفلافل. كان أبوي يبيع على العربانة فلافل، وكانوا الناس يجون يقولون هاي شنو؟ يقولهم فلافل. بعدين هيك أجر له دكان صغير واشتهر بهذيك الأيام. وعن طريق صاحب المطعم لقى له حرمة وتزوجها واستقر وكون عائلة. وترعرعنا نحن بالعراق، بصرة، بغداد، رمادي، موصل، وصار عندنا عوائل وأطفال. مقارنة بمصر وسوريا ولبنان واليمن والسعودية، فإن عدد العرب الفلسطينيين اللاجئين إلى العراق أقل. كان جد رامي من اللاجئين الذين تم إسكانهم أول الأمر في مخيم بالبصرة، ثم مع مرور السنين توزع هؤلاء في محافظات بغداد والأنبار ونينوى والبصرة. نحن جينا من إسرائيل هنا على العراق على مود نعيش بسلام. نحن ما عشنا بهذا السلام. يعني عشنا بصراحة بالعراق، عشنا مضطهدين، مظلومين، مجردين من كل الحقوق. لا تقدر تتملك سيارة ولا تقدر تتملك بيت. يعني تصور أبوي اشترى سيارة سجلها باسم واحد من الجيران، وهذا بالجيران اتعرض إلى حادث سيارة ومات، وظلت السيارة معلقة. الظروف الصعبة التي مرت عليهم في العراق جعلت قصص حياة رامي ووالده وجده متشابهة إلى حد بعيد. فكما يقولون: لم يجدوا في تقويم حياة اللجوء يوما لقوا فيه معاملة إنسان عادي. يعني أحيانا كانوا بالمدرسة من نطلع من المدرسة يزفونا، شلون الزفة؟ فلسطيني 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 والله. هاي كانت حياتنا هيجي. وحتى إنا انصرنا شباب احنا وهم ايضا يلاحقون بهذا الكلام. انا ما احكي لك عن دور الحكومة، انا ما احكي لك عن دور الشعب. يعني بالمدرسة ممكن تعيش، كان في اضطهاد من جميع الطلاب،
انه انت فلسطيني، انت مشرد، انت كذلك، انت كذلك، تمام. بس انا يعني كنت مع حالي ابكي، ليش يقولوا لي انا فلسطيني وانت يعني بيقلدوا علي، بيحكوا علي انه انت فلسطيني، انت تارك بلدك، انت بعت اراضيك. انا ما وعيت على حالي بفلسطين عشان ابيع الاراضي تبعي. فرامي من كان طفل كان يسألني، كان يقول لي احنا ليش يعني مثلا احنا هاي الهوية مالتنا ليش هيك شيء؟ ليش أنا يسألوني ليش الهوية مالتي مو مثل الهويات الباقية؟ يعني كنت أنا أشرح له كان إنه إحنا عندنا دولة ودولة محتلة وإحنا عايشين هنا لاجئين، فكنت أنا أفهمه هالشكل. كان يقول لي زين إحنا ليش ما نسافر لغير دولة مثلا؟ أقول له إحنا ما نقدر نسافر لأنه ماكو دولة تستقبلنا. السلام عليكم. أنا عندي أخ كبير اسمه جمال، كان بالجيش العراقي، رتبة متقدمة، كان رائد أظن، وتأثر بطهران 12 سنة بس، تأثر وخدم الجيش العراقي بس ما أنطوه أي جنسية عراقية. يشوفوا هاي الهوية مالتي، بيقول لي هاي أنت جابك هنا على العراق، إمتى جيت؟ شلون عبرت الحدود؟ قلت له أنا ما عبرت حدود، أنا ولدت هون بالعراق. لما يشوفوني هيك أنا بحكي لهم، هم شو عبالهم أنا جاي من فلسطين أو جاي من غير دولة أخرب بالعراق. أنا ما جاي أخرب هون. تعلق قلب رامي بفتاة من الكوت وكان يريد خطبتها والزواج بها، لكنه كان فلسطينيا لاجئا لا يحمل الجنسية. افتقاره للجنسية منعه أيضا من مواصلة دراسته، لهذا كانت تلك الخطبة صعبة عليه ومزعجة من وجوه عدة. فقالوا لي أنت منين؟ وين عايش؟ قلت لهم أنا فلسطيني. فتعجبوا علي، قالوا لي أنت فلسطيني، يعني شلون أنت عرفتنا؟ شلون جيت علينا؟ في أحد من أقربائه تزوج من أقاربي، فأني يعني أيام العرس شفته الرامي وقدم لي هو بصورة رسمية من أهلي، وكانت صعوبة من أهلي يقبلون إنه شخص فلسطيني وقاعد بالكامب. قلت له صعب راح ينطوك هاي المرة، أولا لأنه إحنا فلسطينيين وإحنا أيضا سنة وهي عراقية شيعية لبنانية. هي لو كانت حتى السنية أيضا أكو صعوبة. فقالوا لي أنت لاجئ فلسطيني وأنت ما عندك جنسية، ما نقدر نعطيك نحن حرمة، نحن ما نعرف عنك شيء، ما نقدر نزوجك إياها لأن ما نعرف عنك شيء. فقلت لهم طيب الحل؟ قالوا لي والله الحل ماكو قسمة. لأن أنا نفس الشيء، أنا بأيام شبابي همين أيضا عجبت ببنية وهمين تقدمت لها بالبصرة مرة ومرتين وثلاثة وما انطوني إياها، فكنت على يقين ومتأكد إنهم هو ما راح ينطوه. رحت مرة مرتين 3 مرات، فبالروحة الأخيرة فأخو البنت قال هذا إنسان، يعني ليش ما نزوجه هي؟ ليش يعني أنتم عاد تحجون عليه حتى هو لو لاجئ فلسطيني؟ زين. فقال أني من يمي موافق. أخويا اللي ضغط عليهم قال لهم أول شيء هو إنسان عادي، وإذا كان فلسطيني هو إنسان حاله حال أي بشر. أنا لازم أجيب موافقة من وزارة الداخلية على مود أنا فلسطيني راح أتزوج بعراقية، وفحص دم وإجراءات، فالشغلة شوية صعبة. إلا تيجي الموافقة من وزارة الداخلية يلا أنا أقدر أتزوج. يعني أنا ما أقدر أتزوج إلا وزارة الداخلية بتعطيني أمر للزواج. الزواج بالنسبة للفلسطيني الفلسطينية يعني سهل عادي، تتزوج تروح المحكمة تعقد وتتزوج. أما بالنسبة للعراقية تأخذها شوية صعبة، موافقة ما موافقة، تروح على الداخلية يعني يقول لك هذا فلسطيني راح يأخذ عراقية شو ما يصير، فبالتالي يعني يسهلون الأمر. بس إذا عراقي أخذ فلسطينية لا والله بنفس اليوم تصير. فقال لازم نمسك عقد بكردستان، فاجينا الكردستان فسهلوا لنا الأمور بكردستان، مسكنا العقد. يعني حتى لو إن شاء الله مستقبلا حيكون عندنا أطفال راح نواجه نفس الصعوبة اللي واجهها أبوهم هم كذلك. يعني أنت راح تتخيل مستقبل هذا الطفل هو نفس الماضي مالتك.
بعد حزيران عام 1967 عندما دخلت جيوش دول عربية في مواجهة مع إسرائيل في حرب شرسة دامت 6 أيام، نزحت عشرات آلاف من العوائل الفلسطينية باتجاه دول المنطقة. لكن النازحين بسبب الحرب الأخيرة لم يكونوا مثل النازحين بسبب حرب 1948، وسمح لهم الإسرائيليون بالعودة إلى فلسطين. اللاجئون الفلسطينيون في العراق والذين كان عددهم يبلغ 34 ألف نسمة في العام 2003 وكان أغلبهم يعيش في بغداد، تراجع عددهم في العام 2010 نتيجة الهجرة إلى 10,000 فلسطيني. مشكلة هؤلاء الرئيسة هي الافتقار إلى هوية، وبالتالي حرمانهم من حقوق التملك والسفر، بل أن ذلك حرمهم حتى من لم شتات عوائلهم التي تفرقت في العام 1948 بين البلاد. انظلمنا من سنة عام 1948 من كان الإنجليز موجود بالبصرة لحد ما أمريكا فاتت على العراق بغداد، ولحد ما فات داعش. كل هاي الظروف تأذينا بيها، لأن الهوية اللي احنا نحملها مكتوب بها لاجئ فلسطيني، ما تمشي بأي مكان، لا بمعاملة، لا تقدر تسجل بيت ولا سيارة ولا أي شيء باسمك، ولا تقدر تسافر ولا تقدر تحصل على جواز سفر ولا أي شيء. عندي 4 أخوة، واحد عايش بالسويد، واحد عايش بنيوزيلندا، واحد عايش بتركيا، والله واحد عايش باليونان. يعني شتتنا شتات، احنا الفلسطينيين شتات، يعني ماكو يعني هيك فاميلي عائلة متكاملة. يعني يجي ببالي أمي خطية توفت ما شفتها، يجي بالي أبوي توفى ما شفته، خواتي كل واحد ببلد، أنا ما عندي أحد هنا، يعني بس أنا ورجل وبنتي. حتى بنتي زوجت راحت على تركيا، يعني كنا شتات. هذا جدي من بعد 35 سنة التقى بأخوانه. أخته كانت ضايعة بالأردن وأخوه لقاها بالأردن والتقوا بسوريا من بعد فراغ 35 سنة. أيام حلوة. يعني نحن قمنا بجهد هام وكبير لقدر ما يمكن من جمع العائلات من خلال توفير حق التنقل وزيارة العراق وزيارة إقليم كردستان، من خلال تواصلنا مع الجهات الرسمية لتوفير التأشيرات للعائلات للي يرغبوا أن يلتحقوا وأن يلتقوا مع أقاربهم أو مع عائلاتهم. جدي مولود بفلسطين، طلع من فلسطين لسوريا، توفى أعتقد بسوريا، يعني شو أقول لك بالثمانينات توفى جدي، وبقى عمامي وخوالي موجودين بسوريا لحد الآن. من صارت الحرب هسه كل واحد ما أعرف عنهم وين صاروا. وأنا ابني العد وحيدي طلعته لأنه قد ما شفنا ظلم بغداد. ليش؟ صار يقتلوا بشبابنا، الشباب عمر الورد عمره 20 21 سنة، ياخذوه يستدعوه يخابروه، مثلا نريدك بالمجلس البلدي يروح خطيب يم على المجلس البلدي يقتلوه أو يخطفوه يزرفوه بالدريل ويشمروه لأهله. أنا طلعت ابني هم خوف، أنا ابني صار لي 5 سنين محرومة شوفته، وأبو ياسر خطية وابن أخته وابن أخوه هم انقتلوا الشباب، فاتوا على محلاتهم وقتلوهم. أنا أتوقع الجيل القادم اللي هو أولاد أولادنا راح يمرون بمأساة أكثر من اللي احنا مرينا به. يعني انت تتوقع أنه إذا الجد والأب ما عندهم هوية، تتوقع الحفيد راح يصير عنده هوية؟ في العام 2014 عندما هاجم داعش محافظة نينوى، نزح رامي وأبوه وجده مع عشرات العوائل الفلسطينية الأخرى من الموصل إلى إقليم كردستان، وبهذا أصبحت هناك 230 عائلة فلسطينية تقيم حاليا في إقليم كردستان، ويبلغ تعداد نفوسها 1120 فرداً. هناك نوعين من الفلسطينيين في إقليم كردستان، منهم المقيمين في العراق وخاصة الذين نزحوا من الموصل من عام 2014 وأقاموا في مخيم بحركة، وهناك فئة أخرى هم الوافدين
من لبنان، من سوريا، من فلسطين، من الخليج، من أماكن متعددة أقاموا في إقليم كردستان نتيجة العمل. بسنة 2021 سووا لنا إقامة، ما كان عندنا إقامة إحنا الفلسطينيين، يعني هاي السنة الأخيرة يلا قدرنا شوية نقدر نطلع نفترها نيجي، بس شوية الشغل بعده صعب علينا. احنا لأول مرة أنا أشعر بالأمان أنا بكردستان. لأي مسؤول أو موظف حكومي أو شرطي أو أسايش أولا من يقرأ هويتي يا أخي يفهم أنه أنا لاجئ فلسطيني ولادتي بالعراق بدون ما أنا أشرح له. وكردستان إضافة لهذا الشيء ما تفرق في كان لاجئ فلسطيني، لاجئ من غير دولة، يعني غير جنسية، ماكو يعني عندهم شيء طبيعي. أما غير محافظات هسه حاليا حتى الموصل يعني من يشوفون شخص فلسطيني يعتبروه إرهابي. في مخيم بحركة عندنا 12 عائلة فلسطينية، معيشتهم أقدر نقول إنه تعبان لأنه ما عندهم جنسية، ما يقدرون يتملكون الجنسية العراقية، فللشغل اللي حتى يلاقون الشغل حتى يعيشون بها زحمة. من البداية المخيم كان عندنا 20 إلى 25 عوائل من المخيم، بس حاليا 12 عندنا. العوائل اللي طلعوا من المخيم كلهم من الأربيل ومدور الأربيل مؤجرين البيوت، فحسب كلامهم يظلون من الفلسطينيين بكردستان زاد حده، لأن الطائفية ببغداد صارت هواية قتل وذبح وياخذون بيوتهم، يعني كل العبارات صارت بيهم، فجوا لاجئين لكردستان. ما حاب أرجع بغداد لأن هناك تغيرت النفوس، كان قبل العراقي يعني يرفع الراس، أما هسه العراقيين اختلفت قسم من عندهم. حسب طلبنا للممثلية وللحكومة وللUNHCR، عندهم فورمة مع الUNHCR، فحسب الاتفاقية وحسب طلباتنا يقدرون يدرسون. كان عمري تقريبا بال15 سنة، كنت صغير تمام. فأبوي كان حلاق، يعني كان يشتغل بالموصل حلاق، فأنا عن طريق والدي تعلمت عن الحلاقة، فأجبرني أنه أتعلم هاي الصنعة حتى من أكبر أعتمد على نفسي. فالناس شوية أوضاعها صعب من يجوا هون بدهم يزينوا، يعني الشباب تعرف شباب بيسووا زيان كامل لحية وشعر فتقريبا يعني الشغل حيل ضعيف، يعني باليوم أنا أزين لي تقريبا لو 2 لو 3 مرات. اللي ما عنده تمام بقول له خليها يعني على حسابي، بعدين جيب لي إياها من يصير عندك تمام. نمشي شغل، يعني أحاول إنه أجمع لي زباين، أحاول إنه أكسب الناس تمام، والحمد لله يعني ماشية هيك. منذ إعلان دولة إسرائيل في 14 من أيار عام 1948 وقعت حروب ومعارك كبيرة وصغيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين راح ضحيتها الآلاف. أدت تلك الحروب إلى زيادة الخلافات تعقيدا ومصير الفلسطينيين غموضا، وتحولت إلى عقبة كأداء في طريق أي محاولة للتصالح بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نتيجة تضاعف أعداد اللاجئين على مدى السنوات 70 الأخيرة، بحيث أصبح هناك الآن أكثر من 4 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون كلاجئين في العديد من دول العالم، ورامي واحد منهم. كانوا يسووا مساحة صغيرة بس للأطفال. الوطن العربي ظلم الفلسطينيين، ظلمهم. أنا بقول لك في ناس بيساعدوا الفلسطينيين، بيدعموهم وبيعطوهم، بس ما عم يعطونا حياة إنه نعيشها كعيشة أي إنسان أو مواطن عربي. السعودية ممنوع نطبها إلا بس بالعمرة والحج ولأعمار معينة،
يعني أنا أريد أروح أحج ما إلي حق، يعني من فوق ال50 اي 50 60 يعني اللي اعمارهم كبيره يروحوا، وسنين هواي انحرموا ما يروحوا على العمره ولا على الحج. احنا كفلسطينيين يعني السعوديه ما تقبلنا الا اعمار معينه ومو كل سنه، ونسافر وسوريا ما تستقبلنا بهي الوثيقه. هاي الوثيقه العراقيه لا سوريا ولا دبي ولا الاردن ما حد يستقبلنا بها، بس الدول الاجنبيه. يعني هذا كان واضح من خلال قرار الجامعه العربيه عدم منح الفلسطينيين المواطنه بالجنسيه على اعتبار انه له حق العوده وله وطن. يعني بارك الله فيهم ساعدونا بهذا، ولكن نقول للجميع لدينا فلسطينيين يحملون الجواز السفر الامريكي والبريطاني والاوروبي وحتى من بعض الدول العربيه ولن ينسوا وطنهم. الفلسطينيين هسه احنا هاي صارت 80 سنه قضيه، يعني الفلسطينيين هسه اللي موجودين بالعراق كلهم ولدوا بالعراق. هسه اني اتحدى اي فلسطيني ولد بالعراق يقول اني اروح اعيش بفلسطين. ان شاء الله نرى العوده الى فلسطين قريبا. الان المجتمع الدولي اعترف بدوله فلسطين دولة عضو مراقب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 في 29 نوفمبر 2012. فنرى هذا القرار هو بداية مرحلة جديدة نأمل أن تتطور لتحقيق حل السلام. هو المواطن شلون يفكر بالوطنية؟ شلون يفكر؟ غير بالأول يكون عايش بوطنه على الأرض ويكون عايش الحدث يجي واحد يشيله يطلعه برا، يظل هو عايش بخياله وبفكره بوطنه وبأرضه وببيته. أحيانا كانوا يقعدوا أبوي وجدي بيسولفوا عن فلسطين، بس نحن هناك بفلسطين ما عندنا أي أراضي لنا أو بساتين حتى نرجع نكمل حياتنا هناك. رامي ينتظر الآن مولودا ينضم إلى حياة تعرف فيها أبوه وجده من قبله على كل دقيقة من آلامها ومعاناتها. بسبب الافتقار إلى هوية ليس عند رامي ما يرويه لولده الذي لم يولد بعد، غير قصة التشرد المرة والافتقار إلى وطن التي عانتها أسرتهم جيلا بعد آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس المحترم محمود عباس حفظك الله ورعاك، إني رامي يوسف عيسى ولدت كلاجئ سنة عام 1988 في بغداد عاصمة العراق. أريد أن أكتب لك عن أحوال الفلسطينيين اللاجئين الذين جيل بعد جيل يفقدون الأمل بالرجوع لبلدهم، البلد الذي لم يروه من قبل. سيادة الرئيس، في عام 1948 تهجر جدي إلى العراق، أنهى عمره بأكمله متأملا العودة، والآن هو على فراش المرض. أعلم أن أرضنا وبيتنا محتل، وسيادتكم أيضا لا تعلمون متى نعود، لكن إلى متى نبقى على هذا الحال الصعب الذي يرثى له؟ حياة اللجوء كانت ولا تزال تعصرنا عصرا لا نملك جنسية ولا عمل، ومحرومين من معظم الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون الآخرون. لا توجد دولة عربية تستقبلنا، وبسبب حرب داعش تهجرنا مرة ثانية إلى كردستان، والآن أعيش في مخيم في أربيل. سيادة الرئيس، أتمنى أن تتواصلوا معي لكي يتسنى لي أن أوضح لحضراتكم مدى المعاناة اليومية للاجئين الفلسطينيين، أو على أقل التقدير أن نفهم كم من جيل قادم من الفلسطينيين سيولدون في المخيمات، مع فائق التقدير والاحترام.